السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرف التطبيقات المفيدة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه فيدا سمارت تي في. التطبيق ده مساحته 15 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص على مستوى العالم. عن طريق التطبيق ده تقدر ان انت تحول تليفونك المحمول الى ريموت للتلفزيون. عن طريق ايه؟ عن طريق الواي فاي. تربط تلفزيونك والتليفون المحمول بتاعك بالواي فاي بتاع البيت عندك. لازم يكونوا الاتنين مربوطين بنفس الجهاز، ما ينفعش تبقى مشغل مثلا تليفونك على بيانات الهاتف او على شبكة واي فاي مختلفة عن شبكة الواي فاي اللي شغال عليها التلفزيون. عن طريق الحاجة دي تقدر ان انت تتحكم في التلفزيون بتاعك عن طريق التليفون. تقدر ان انت تقلب في القنوات، تقفل التلفزيون وتفتحه، تعلي الصوت، توطي الصوت، تغير، تعمل اي حاجة. كمان تقدر ان انت تشغل على التلفزيون بتاعك البرامج زي اليوتيوب، زي نتفليكس، زي شاهد، زي البرامج دي كلها بتقدر انت تشغلها برضو من خلال التلفزيون، من خلال الموبايل بتاعك عن طريق على التلفزيون. هو تطبيق كويس، تطبيق سهل، تطبيق بيخليك تتحكم في التلفزيون. بتقدر ان انت تستغنى عن الريموت خالص، الريموت اللي كل شوية بيضيع ومحدش بيلاقيه او بالحجارة بتاعته بتخلص او ممكن يتكسر او اي حاجة من الحاجات دي. فانت تقدر تستغنى عن الريموت خالص، تشيله وتحطه في مكان لوحده وتبقى متحكم في التلفزيون عن طريق الموبايل بتاعك. تقدر تشغل عليه كمان، تقدر ان انت تشغل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وكمان الصور بتاعتك على التلفزيون. يعني في حالة ان انت حابب ان انت تشغل فيديو او فيلم على التليفون عندك، بتقدر انت تشغله على التلفزيون. في حالة ان انت عايز تشغل اغاني من الموبايل بتاعك للتلفزيون على طول من غير بقى التلفزيون خالص، يعني من غير ان انت تبقى شغال باللي هو التلفزيون اللي هو الدش العادي ده، لا بتشغل لوحده بقى. تقدر انت تشغل الاغاني اللي في الموبايل عندك تسمعها عن طريق التلفزيون. الفيديو اللي في الموبايل عندك تتفرج عليه عن طريق التلفزيون. الصور اللي في الموبايل عندك تتفرج عليها عن طريق التلفزيون. كل ده على التطبيق. هو تطبيق كويس، تطبيق سهل، تطبيق مفيد، تطبيق بيخليك تستغنى عن الريموت خالص. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق غير اللي احنا قلناهم يا ريت تكتبها لنا في الكومنت. احنا هنا قناه خدميه بنساعد بعض بنفيد بعض. فلو اكتشفت اي ميزه ولا اي عيب اكتبها لنا، وكلنا نساعد بعض وكلنا نفيد بعض وكلنا نستفيد من بعض. شكرا، سلام عليكم.